اهلا بيكم من جديد. معاكم هبه. لو حابين تعرفوا نوع المحتوى اللي بقدمه وتتعرفوا عليا هسيب لكم اللينكات بتاعتي للفيسبوك ولينك اليوتيوب، تقدروا تتابعوني لو حابين. النهارده معانا جرائم تم حلها بعد سنين كتيره، وموقعهم برضو موجود جوه مصر، وقد ايه الجرائم دي بتعبر على ان القاتلين ما عندهمش اي ذره رحمه. يلا بينا على اول جريمه. يوم 26/4/2019 جه بلاغ لشرطة الطلبية بأن الأهالي لقوا جسم أنثى، ولكن جزء منه موجود في أرض فاضية في موقع الطلبية اللي موجود في الهرم. وراحت الشرطة فورا على المكان. الشرطة طوقت المكان وخدت أجزاء الجثة وودتها للطبيب الشرعي، وعملوا المكان كردون وبقى مسرح جريمة. وبدأت الأبحاث عن دلائل بتوصل لصاحبة الجثة ديت. ولكن تاني يوم جالهم برضو بلاغ من مكان قريب من القناطر الخيرية تحت كوبري، بيقولوا ان في اشلاء لجثة عبارة عن اقدام واذرع. ولما اتجهت الشرطة لمكان البلاغ ولقوا قطع البشرية ودوها على طول للطبيب الشرعي، واكتشفوا بان هي بتكمل الجزء الاولاني من بواقي الجثة اللي لقوها في مكان الطلبية في الهرم. ومن هنا بدأت التحريات، وبدأت الشرطة تبحث في كل مكان عن صاحبة الجثة دي، ولكنهم ما قدروش ان هم يوصلوا لأي حاجة. بس بعدين لقوا ان في بلاغ عن بنت مفقودة عندها 14 سنة، مراهقة. أسرة كانت قالت ان هي اختفت في يوم ما، ولكن هم برضو ما قدروش ان هم يوصلوا للي عمل فيها كده وايه اسباب ان هي اختفت. وبعدين لقوا اجزاء الجثة بتاعتها اللي متفرقة في كذا مكان، واتقفلت القضية لمدة 2 سنين واتسجلت ضد مجهول. ولكن التحريات بينت بان صاحبة الجثة دي بنوتة عندها 14 سنة، لسه في سن مراهقة ولسه في المرحلة الثانوية تقريبا. اختفت فجأة من بيت أبوها وهي عايشة معاه. بعد فترة لقوا الجثة بتاعتها زي ما قلت لكم، وهي اسمها هدى حاتم، والبنت ديت أبوها يبقى محامي. نتعرف على الأسرة بتاعتها. هي أسرة صغيرة، كانت الأم عايشة مع الأب في فترة زمنية، وربنا رزقهم ب2 توأم أولاد. والبنت البكرية اللي هي لقت الشرطة جثتها اللي اسمها هدى. وبعد كده حصل مشاكل ما بين الأب والأم، وبعدين الأم انفصلت عن الأب، والأب قرر إن هو يتجوز مرة تانية. مكان الإقامة بتاعهم كان في العمرانية، في المكان اللي ساكن فيه الأب، وسابت أولادها يربيهم أبوهم، وما كانش فيه تفاصيل كتيرة جدا عن الأم. بعد 2 سنين في وقت من الأوقات كان فيه واحدة ست بتعمل الموائد الرحمن اللي بتكون في رمضان للناس الغلابة، وفجأة لقت طفل صغير بيقرب منه وبيبيع لها مناديل ورقية. فالست لاحظت بان جسمه مليان كدمات زرقاء جامدة جدا، وفي منها تقريبا عدى عليها زمن، وفي منها ما كانتش من وقت بعيد لسه آثار الكدمات موجودة فيه. فصعب عليها وبدأت ان هي تحن عليه وتتكلم معاه شوية. وبعدين لما لقيته ان هو شكله ابن ناس، وان واضح ان الولد ده ممكن يكون تايه من اهله، خدته معاها وقعد معاها لمدة 10 أيام. ارتاح ليها الطفل، فبدأت ان هي تسأله واحدة واحدة عشان تعرف اسباب الكدمات اللي موجودة في جسمه. والولد فعلا ارتاح لها وبدأ ان هو يفضفض معاها. والست بعدها اكتشفت كارثة كبيرة جدا على أثرها كانت الكدمات دي موجودة. حكى لها بأن هو زي أي طفل كان عايش في وسط أسرة، وكان ليه أخ توأم كمان، بس ما جابوش سيرة عن أخوه التوأم. تقريبا هو لسه عايش مع أبوه وما هربش مع الولد ده. قال لها إن مع المشاكل والوقت الأم انفصلت عن أبوهم وراحت عاشت بعيد، وسابتهم هما الأب يربيهم. ولكن مع الوقت الأب اتجوز زوجة تانية، ومع مرور الوقت برضو الزوجة دي بدأت ان هي تسيء معاملتهم. كانت بتشتكي منهم دايما، بس كانت كثيرة المشاكل مع البنت اكتر، والبنت دي تبقى اخته البكرية. زادت المشاكل لدرجة ان الاب بقى يجي على اولاده عشان الزوجة، واكتشفوا بان الاب بقى يحب الزوجة اكتر منهم هما انهم اولاده. ومع الوقت بدأ ان هو كمان يسيء معاملتهم عشان يرضي زوجته،
ويضربهم جامد جدا، وكان برضو كثير الضرب للبنت اكتر، لان تحس ان الزوجة كانت نائر ونقير دايما مع البنت. مع العلم ان الولد قال بان اخته ما كانتش كبيرة قوي كده عشان الزوجة تبقى دايما حطاها في دماغها او تغير منها. وفي ليلة مشؤومة الولد كان قاعد وسمع مرات ابوه وهي بتوز ابوه ان هما يخلصوا من اخته الكبير. لما الولد سمع الزوجة بتقول للاب كده خاف على اخته وجري عليها وحكى لها، والاخت خافت جدا. وبعدين تاني يوم حصلت خناقة كبيرة جدا ما بين الاب وما بين بنته، وكانوا عندها هو ومراته جوه في الأوضة، وحصل زي دربكة وصويت وخبط جامد جدا. وكان الاب وقتها شخط في اولاده، تقريبا دخلهم الأوضة بتاعته لإما هو خرجهم بره البيت. بعدين الولد قال للست بان احنا بعد كده لقينا ان اختنا مش موجودة وان هي اختفت تماما. كل مرة اسأل فيها بابا عن اختي كان بيرد عليا اجابات انا مبقاش فاهم هو يقصد بيها ايه، بس اللي بابا ما يعرفهوش بان انا شفت بعيني الواقعة، وشفت ان هو قتلها هو ومراته، وان هم دخلوا عليها بالسكينة بالليل ومسكوها ضربوها وطعنوها كذا طعنة. بعدين بابا قام كتفها عشان ما تفضلش تفرك وتقاوم، وبعد ما خلصوا بابا اخدها للحمام هو ومراته وقطعها بالمنشار. وبابا ما كانش واخد باله لا هو ولا مراته ان انا كنت متابعهم ومراقبهم كويس جدا، فكنت عامل نفسي ان انا مش عارف حاجة، كنت بسأل على اختي بطريقة عادية. ولكن مع الوقت ابتديت ان انا اقلق، وابتدى ان هو هاجس يجي جوه نفسي بان ممكن انا كمان يكون عليا الدور. فمن وقتها قررت ان انا لازم اهرب، لان برضو كان دايما بيضربوني وكانوا دايما مرات ابويا بتعذبني، فانا حسيت ان هيجي عليا الدور انا واخويا. بس تقريبا الولد اخوه مرضاش يهرب معاه، فالولد ده قرر ان هو يهرب لوحده. لما الست سمعت الحكاية دي من الولد اتخضت جدا وخافت، واخدت الولد بسرعة على مركز الشرطة. من هنا لما الضابط سمع الحكاية دي افتكر بان فعلا كان في جثة لقوها من سنتين موجودة في اماكن متفرقة فيها نفس المواصفات اللي الولد قالها، لان الضابط وقتها سأله وقال له اختك شكلها ايه، فالولد قعد يوصف له بعض المواصفات. فالضابط تقريبا شك بان ممكن تكون هي دي الجثة. ولما راجع مصدر البلاغات اللي كانت اتقدمت من سنتين اتأكد بان فعلا الجثة اللي كانت موجودة ومرمية في اماكن متفرقة تبقى هي اخت الولد، ويبقى اكيد الاب والزوجة هم اللي مرتكبين الجريمة. استطاع الضابط القوات وراحوا قبضوا على الاب. ابتدى الضابط ان هو يحاصره في الكلام جامد جدا لحد ما الاب انهار واعترف وقال بانه فعلا هو ارتكب الجريمة بمساعدة زوجته، وانه فعلا قطع بنته بالمنشار، وانه رمى فعلا اجزائها في كذا مكان، ولكنه ما كانش يعرف بان هو في وقت من الاوقات هينكشف. الحاجة الأسوأ من كده لما الشرطة استدعوا كمان أصحاب الأب المتهم، قالوا بأن هو كان عايش حياته عادي جدا وكان بيدافع عن الناس المظلومين، وأن هو كان محبوب بيضحك وبيهزر ومفيش أي حاجة. ما كناش نعرف أن هو وراه إنسان مجرم منزوع منه الرحمة بيدافع عن الناس في جزء وهو أصلا مرتكب جريمة مفيش إنسان طبيعي إنه يرتكبها، إن هو يقتل بنته اللي هي من دمه. لما الضابط استدعى القوات إن هم يجيبوا الزوجة اكتشفوا إن الزوجة هربانة. الوقت اللي حكى فيه الطفل الكلام ده للست كان ساعتها مر سنتين زي ما قلت لكم، كانت 2021 واتفتحت القضية في السنة دي واتقبض على الأب في نفس السنة. أمر الضابط بأن هم يستدعوا الزوجة ولكن لقوها أن هي هربانة، وساعتها الضابط اتأكد بأن الزوجة فعلا متورطة، لأن هي لما كانتش متورطة في الجريمة ما كانتش هتهرب. ولكن الحمد لله العدالة اتحققت وتم القبض عليها وهما الاتنين اعترفوا. والأب كمان كان ندمان جدا وقال بأن اللي شجعتني ووزدني على أنا أعمل كده هي كانت مراتي اللي هي زوجة الأب. ولكن مع مرور الوقت لما لقى أن ابنه هرب اضطر أن هو يعمل بلاغ عن اختفاء ابنه وبنته. بالمناسبة أن الولد ده عنده 11 سنة. وهنا كان فيه أكتر من قصة في أكتر من مصدر، فأنا هسيب لكم انتوا الاختيار لأنه الأقرب الحقيقة بالنسبة لكم، وهسرد لكم الأحداث بالظبط لأن إزاي الأب والزوجة خططوا إن هم يخلصوا من بنت الأب. المصدر الأولاني كان بيقول
بأن الولد لما سمع الزوجة بتوز الأب بأن هو يخلص من بنته، اتفق الأب بأن هو يحوش مبلغ حوالي 150 ألف جنيه يديه لشخص عشان يخلصوا من بنته بطريقته، يعني شخص متخصص في أن هو يصفي الأفراد. والمصدر التاني كان بيقول بأن الأب نفسه هو والزوجة تأمروا على البنت وهي نايمة، وأخدوا سكاكين من المطبخ وانقضوا عليها وكتفوها ونزلوا فيها طعنات، وبعدين الأب مسك منشار منزلي وقطعها لقطع، رمى أجزائها في أماكن متفرقة. ومصدر تاني بيقول بأن الأب عرف بطريقة ما بأن البنت كانت بتتكلم مع شباب والزوجة راحت فتنت عليها، فالأب حب أن هو يغسل عاره وقعد يضرب فيها، فالبنت وقعت ميتة وقعد يقول أن هي ماتت، وبعدين خططوا بأن هما يخلصوا منها وقطعها برضو عن طريق المنشار. وفي مصدر تاني بيقول بأن الزوجة هي اللي كانت بتعتدي على البنت جامد جدا، فالبنت وقعت ميتة في مكانها، والأب ما حبش انه يدخل زوجته طبعا للسجن وان هو يخليها تروح لحبل المشنقة، فخططوا برضو ان هم يقطعوا الجثة بتاعتها بمنشار منزلي، وبعدين وزع أجزائها في أماكن متفرقة. طبعا الأقرب للحقيقة هو استخدام المنشار، لأن هو كان أكتر في كذا مصدر. لما الولد سمع الزوجة بتقول للأب كده جري على أخته وبسرعة قال لها، فالأخت خافت وأخدت المبلغ بتاع 350 ألف، وأنا معرفش أصلا المبلغ ده إيه دخله في الموضوع. هل ده يا ترى إن هو اللي كان متفق الأب عليه مع واحد إنه يخلص على بنته، ولا ان هي اصلا حبت ان هي تلهيهم في حاجة زي دي، فالبنت خططت ان هي تعمل حاجة زي كده؟ انا مش فاهمة ايه دخل ال 350 الف في الموضوع، طالما اصلا بان المصادر كان اكترها بان الاب هو اللي استعان بالمنشار المنزلي وهو تخلص من البنت بايده بمساعدة زوجته. اما الولد اخد الفلوس حطها في كيس زبالة وراح رماها في مكان بعيد جدا، ففي يوم من الايام الاب رجع من الشغل اكتشف بان المبلغ مش موجود، فالزوجة اتهمت البنت بان هي اللي سرقت الفلوس ديت. وانا معرفش على اي اساس ان الزوجة اتهمت البنت ان هي سرقت الفلوس دي، بس عموما الاب طبعا كالعادة صدقها ومسك في البنت ضرب جامد جدا، وبعدين البنت ماتت في ايديه، فطبعا فكر في ان هو يمسك المنشار يقطع اجزاء البنت ويوديها في اماكن متفرقة. بس الاكتر منه بان هو اصلا الاب كان مخطط هو ومراته بان هم يتخلصوا من بنته، وان هم فعلا هجموا عليها وهي نايمة ومسكوها طعنوها كذا طعنة، وبعدين قطعوا الجثة بتاعتها بالمنشار. وامتثل الاب قدام المحكمة وتم محاكمته واتهامه هو والأم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ولكن كان الحكم عليه هو المؤبد، وما كانش فيه أقوال أكتر من كده عن القضية. ولكن أعتقد أن الزوجة اتقبض عليها برضو، وهسيب لكم برضو المصادر موجود لينكاتها مع الفيديو ده، تقدروا أن انتوا تروحوا تشوفوا التفاصيل بنفسكم. ودي كانت أول قضية.